بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا أهلاوية؟ عاملين ايه؟ معاكم النصرة. يلا كده يا أهلاوية، دعمونا واشتركوا في القناة. طبعا شفنا ماتش الأهلي مع سيراميكا، ماتش سيراميكا كانت بتلعب بالفريق الكامل بتاعها، حتى اللي كانوا مع منتخب كابتن حلمي طولان. رجعوا لعبوا ماتش، يعني هما كانوا نازلين الماتش عايزين يكسبوا. طبعا الأهلي مكسبوش الأهلي خالص، ولا دوري ولا كاس ولا أي حاجة خالص. الأهلي طبعا ده أول مباراة يكسبها في كأس الرابطة عامة من ساعة ما بدأت. الأهلي كان دايما يتغلب يتعادل، فده أول فوز للأهلي في كأس الرابطة. وأخيرا شفنا حاجة من عمر كمال عبد الواحد. احنا عمر كمال عبد الواحد كان حلو في الماتش ده بصراحة، يعني كان تحس إن هو يعني عاوز يرجع، فاهم. وأشرف ده كان كويس جدا برضه الماتش ده، وسيحة برضه كان كويس جدا جدا جدا. بيكم لا بيكم ما ظهرش، يعني كان هو معرفش يعني هو زي كابتن الفريق يعني أساسا ما ظهرش. شريف مش موجود، جيرارد ياشار مش موجود، طاهر مش موجود. مين تاني؟ شكري ولا موجود دفاع ولا هجوم، ما شاء الله عليه يعني. ما شفناش منه حاجة امبارح خالص، ما شفناش منه حاجة في الماتش خالص. فيعني شكري صراحة صفقة، يا ريت الأهلي يشوف له إعارة ولا يرجعه تاني بقى سيراميكا. لسه شكله ما رجعش لمستوى شكري، يعني شكري امبارح ما شفتهوش خالص امبارح، ولا دفاع ولا هجوم بصراحة. مين تاني؟ رضا برضو 50-50، مش قوي، مش هو برضو يعتمد عليه في النادي الأهلي. مين تاني؟ محمد عبد الله برضو ما ظهرش امبارح زي ما احنا كنا متوقعين، يعني ما استغلش الفرصة. بس هو لعب كويس، لعب كبير، يعني لعب صغير في السن، لعب كويس، مهاري سريع. مفيش حد تاني متهيألي ناقص كده. شريف بقى شكرا، في واحد يمشوه يرضي شهر مع السلامة. وأشرف داري برضه ممكن ما كان مشي معانا ونجيب حد مكانه يكون هو كان كويس امبارح، بس يعني أشرف داري ما اعتمدش عليه بصراحة يعني. انت ممكن الماتش وخمسة لأ معاك يعني، فاهم. بس هو لعب كبير طبعا، أشرف داري محدش يتكلم عليه طبعا، هو من أجمل نجوم منتخب المغرب. بس هو شكلها مش ماشية معاه يعني. فإن شاء الله بإذن الله كده بقى نشوف بقى في يناير بقى صفقات. أهم حاجة الهجوم والدفاع يا كابتن محمود يا خطيب. احنا محتاجين مهاجمين أقوياء، ناس بتخلص على الجون، ناس عندها حماس، عندها قوة، عندها تركيز، عندها أي كرة للجهة تحطها جون. فيا ريت نخلص في 2 مهاجمين كده في يناير، عشان حتى يلحقوا يلعبوا معانا كأس الرابطة، يخشوا في أجواء النادي الأهلي. وطبعا الحمد لله احنا خلصنا صفقة بن عمري، فإن شاء الله جماعة الشمال عندنا تظبط شوية، بس برضه محتاجين حد معاه غير شريف، غير شكري. طبعا شكري مش هيبقى ينفعش حتى احتياطي مع بن عمري، عايزين برضه واحد شمال كده حتى لو مصري أو فلسطيني. عايزين بقى نظبط الدنيا شوية، عايزين بقى نحس إن الأهلي لما بيلعب مش خايفين من الدفاع، ولما يهاجم مش خايفين من الهجوم. بالعكس احنا عاوزين الهجوم بتاعنا يبقى قوي جدا 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 يا كابتن محمود. فالبطولة دي بصراحة مبينة لعبة كتيرة جدا، الحلو والوحش. احنا قلنا على الحلوين وقلنا على الوحشين طبعا، ولسه البطولة لسه مستمرة. طبعا احنا هنلعب كأس مصر كمان يوم 27 ده، ربنا يسترها. احنا هنلعب مصر اتصالات، بس يعني برضو ما تضمنش كورة زي في ماتش انبي كده. شكري يجيب ضربة جزاء علينا ملهاش لازمة يضيع يعني، فاهم. فربنا يسترها، لما تيجي وقتها هنتكلم ان شاء الله بإذن الله. لكن الاهلي محتاج تدعيمات جديدة جدا جدا جدا. الاساسي عايزين الاساسي زي الاحتياطي، لا قدر الله حد حصل حاجة للعيب الاساسي يبقى فيه احتياطي نفس القوة ونفس الخامة ونفس كل حاجة. فإن شاء الله بإذن الله مستنيين منك يا كابتن خطيب وكابتن أستاذ ياسر منصور وكابتن حفيظ والمجلس الإدارة كلهم، لما يظبطوا لنا كده كام صفقة كده حلوة في يناير إن شاء الله، لغاية لما يجي الصيف بقى ونشوف بقى مين هيبقى معانا ومين مش هيبقى معانا يا أهلاوية. فكل الدعم من النادي الأهلي. بطولة أنا شايفها بطولة تجارب كويسة جدا جدا. أنت بتجرب اللعيبة اللي عندك، بتجرب الناشئين. يعني برضو الأسيوطي، في واحد اسمه أسيوطي كان كويس جدا، بس ما لعبش الماتش اللي فات، كان بيلعب ماتش إنبي. حمزة عبد الكريم كويس، ابن سعد معوض كويس، محمد سعد معوض برضه كويس. فالدنيا إن شاء الله بإذن الله عندنا ناشئين كويسين. عندنا بدأ طاقم إبراهيم وحسام برضه، مش فاكر اسمه أبوه بصراحة، عبد الغني باين. إن الطاقم بتوعنا، فإن شاء الله بإذن الله إحنا إن شاء الله الأحسن بإذن الله يا أهلاوي. يلا أهلاوية دعمونا واشتركوا في القناة يا أهلاوي عشان يوصلك كل جديد. يلا السلام عليكم.